السلام عليكم. سلمت السلطات التركية نظيرتها المغربية متهما في جريمة القتل البشعة التي ذهب ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس ليلة الثلاثاء 7 مارس الجاري. وجاء اعتقال الشرطة التركية للمتهم الذي غادر المغرب تجاه إسطنبول أياما عقب ارتكاب الجريمة، بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات المغربية مباشرة بعد اعتقال أشخاص بينهم زوجة القتيل وعشيقها المستشار. وكانت منطقة كاليفورنيا بالدار البيضاء شهدت الأحد إعادة تمثيل الجريمة والتي تورط فيها هشام مشتري وآخرون. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أعلن الجمعة أنه تم توقيف المشتبه فيهم. وأوضح المكتب المركزي في بلاغ بهذا الخصوص أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملوها في تنفيذ هذه الجريمة. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة بلستيكية.